انت اللي بتتفرج، تعالى ما اقولك. تخيل كده يا معلم، في تاريخ البشرية كله اغرب حاجة لا في الحروب ولا في الاختراعات، ده اغرب حاجة في الضرايب. مثلا في روسيا القرن ال17 القيصر بطرس الاكبر قالك اللي يسيب دقنه يدفع ضرايب، يعني لو مطلق لحيتك تبقى دافع فلوس كمان. اما بقى في انجلترا عملوا ضرايب على الشبابيك، كل ما بيتك يبقى فيه شبابيك اكتر كل ما تدفع اكتر والنتيجة الناس قفلت الشبابيك بالطوب، يعني البيوت بقت كهوف بس عشان يوفروا. والله انا لو مكانهم اعمل اكتر من كده. ده لا، ولسه كمان كان في ضرايب على الطوب نفسه. المقاولين عملوا ايه؟ قال لك نكبر حجم الطوب ونبني بيه. ذكائك انت يا مقاول. ده حتى في بريطانيا ما سلمتش من الضرايب، عملوا ضرايب على القبعات الكبيرة، اي حد لابس برنيطة يدفع ضرايب. والناس بقى كانت بتحللها وبتقول لغتها حله مش طاقيه دي، لا 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 خالص، والله انا خايف يعملوا على الضحك ذات نفسه ضرايب. انتوا بقى قولوا لي، انت اللي بتتفرج، تعالى ما اقول لك، بس ايه اكتر حاجه سمعتوا عنها بيدفع عليها ضرايب؟ كنت معاكم في الدولاب.